يا شوكة في حلوق الغرب عالقة يزيدها الماء عمرا كلما شرب. السلام عليكم ورحمة الله. يا أيها الحاضرون الكرام، أنا اسمي خديجة يلماس، أنا طالبة في جامعة 29 مايو في قسم تعليم اللغة العربية. أولاً أتهج بالشكر الجزيل لجمعية دولية للشعراء التي نظمت هذا المهرجان البديع، وأشكر معلمين في الجامعة وأحدهم أستاذنا الماهر الحريري وهو معنا هنا. وفي الحقيقة نحن كطلاب في جامعتنا نقدس هذه اللغة، وكلنا نعرف أن هذه اللغة لغة القرآن الكريم ولغة نبينا صلى الله عليه وسلم. والآن أرجو أن تستمتعوا بهذه القصيدة للشاعر السوري حذيفة الأعرجي. ما كنت تحفظه من أرضنا اغتصبا، قم من جديد لترجع كل ما سلبا. تقاسم الغرب يا مولاي كعكتنا، وقطعوا الدين والتاريخ والأدب. خلوا لنا دولا صغرى معلبة، وفوق ذلك نالوا النفط والذهب. يا سيدي يا أمير المؤمنين، نعم هذه البلاد لنا لكننا غرباء. قم من جديد، فما في عهدنا رجل للمسلمين، وما يجري بهم غاضبا. جرداء بعدك من خوف منابرنا، يا ابن الخلافة قم واسترجع الخطبا. بيعت فلسطين قلنا سوف نرجعها، ثم العراق فقلنا كان مضطربا. بيعت دمشق وبيعت بعدها عدن، مات الحصان وما زلنا نقول كبا. عبد الحميد أي أصلا بلا نسخ، من جرب السيف لا يرضى به الخشبا. يا شوكة في حلوق الغرب عالقة يزيدها الماء عمرا كلما شربا. مكايد الغرب ما فينا سواك لها، وقد تفاقم جرح الدين والتهبا. ذقنا الأمرين عسرا بعد ميسرة، وما تعبنا ولكن صبرنا تعبا. ماذا يضيرك يا حيا بأضلعنا، لو عدت فينا وأرجعت الذي ذهب. قرن مضى يا أمير المؤمنين، سدى أهل السياسة فيه جرموا القببا. كنا وما ماض بمنقذنا، صاروا أنوفا ولم يرضوا بنا ذنبا. كن بيننا في رخانا أو بمحنتنا، نحن اليتامى ولا نرضى سواك أبا. والله سوف يجيء النصر مبتسما، ويرفع الله عنا الذل والنصب. قم من جديد فقد قال النبي لنا ستنصرون، ويبدو أنه اقترب.